السلام عليكم. كنتمنى ان شاء الله تكونوا مزيانين وفي ازام الصحه ان شاء الله يا رب. وصفتنا اليوم هي تقنته الوجديه. هاد الوصفه هذه كتجي بنينه رائعه، نتمنى ان شاء الله تجربوها وتنال اعجابكم. بالمناسبه هاد الوصفه هذه كدار في السبوع او لا في ذكرى المولد النبوي الشريف. غادي ندوزو المقادير على بركه الله. ناخذ كوكوط ندير فيها رشيشه ديال الملح، لتر ديال الزيت نباتيه، وكيلو ديال الدقيق يكون مغربل. بالنسبه للزيت بارده وحتى الدقيق بارد. كاين اللي كيدير الزيت حتى كتسخن مزيان عاد كيزيد الدقيق بالتدريج. انا هاد الطريقه هذه اللي جاتني اسهل واحسن. صافي كنخلط مزيان بالخلاط اليدوي. كندير الكوكوط فوق البوطه وعلى نار مهيله، وضروري مع التحريك المستمر. وفاش كتوصلوا لهاد المرحله هادي غادي تبان لكم باللي قساحت، ما تزيدوا لهاش الزيت، غير مع التحريك المستمر كما قلت. وملي يبدا يذهب اللون ديالها كنلبسو القفازات باش ما نتحرقوش في يدينا، وكنبعدو شويه الوجه. صافي كنبقى نحركو مزيان. وبالنسبه للتحريك كنحركو بملعقه خشبيه، ضروري بملعقه خشبيه. وهذا هو اللون اللي حصلنا عليه ملي طابت تقنته. كيكون اللون ديالها ذهبي. كنخليوها حتى كتبرد اولا كتدفى. وغادي نزيد كاس ونص ديال سنيده وغادي نحرك مزيان. عندي الزلافه ديال الزنجلان غادي نكون نقيتها وحمرتها، غادي نقسمو على جوج. النص غادي نطحنو والنص غادي نخليه هكاك. وغادي نزيد اللوز يكون مقلي. بالنسبه للوز درت زلافه وحتى هو النص غادي نطحنو والنص غادي نخليه. ونزيد معلقه كبيره مخلطه ما بين النافع وحبه حلاوه، هي كتبقى اختياريه. ونزيد اللوز وكنخلط مزيان مزيان. ايوا هذه هي النتيجه ديال تقنته الوجديه. كتجي لذيذه بنينه. كناكلوها بالتمر اولا كنرافقوها بالتمر. نتمنى ان شاء الله تجربوا الوصفه وتنال اعجابكم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.